ازاي نخلي شجرة الليمون عندنا تطرح بكميات كبيرة زي ما انتم شايفين كده. يعني مش عارف هي ظاهرة معاك ولا لأ. دي شجرة تانية اهي، ما شاء الله اللهم بارك. كل يقول ما شاء الله، وربنا يعطي الجميع بإذن الله. أول حاجة هنعملها هي ايه؟ نشوف لو في حشرات في الشجرة أو ظهر فيها ان الاوراق ملتوية او اي امراض ظاهرة عليها، يبقى لازم نرش مبيد حشري ضروري. ما يكونش وقت التزهير عشان ما يأثرش على الزهر بتاعنا. تاني حاجة، لو ما بتنتجش خالص يبقى لازم نعطشها قبل التزهير بشهر. لازم نعطشها جدا، وخصوصا لو مزروعة في أرض مباشرة. لو مزروعة في الأرض مش في قصيص يبقى لازم نعطشها. بعد كده بعد ما بنعطشها في الوقت ده برضو بنعمل فيها ايه؟ زي ما انتم شايفين كده. ده ايه؟ ده مسمار دقيناه في الشجرة بتاعتنا. بندق فيها مسمار او اي حديدة او بنخبط عليها خبطتين كده عشان تعطي دافع للتزهير عندنا في الشجرة. مهم جدا نعمل الخطوات دي. كمان شايفين اللي طالع ده غصن لين طري طالع اسفل الشجرة، او ممكن يطلع فوق. المفروض دي كلها كان طالع فيها الاغصان دي. اسمها سرطانات. السرطانات دي بتاكل الغذاء بتاع الشجرة بتاعتنا، فبالتالي الغذاء ما بيوصلش لفوق، وكمان تأثر على الانتاج بتاعنا. ده يعتبر من اهم خطوة او خطوة من اهم الخطوات اللي المفروض ان احنا نعملها. كمان لازم نعمل ايه؟ لازم نقلم الشجرة. تقليم الشجرة مهم جدا. تقليم عشان برضو بيعطيها دافع قوي للتزهير الجيد، او تزهير بغزارة. لو قلمناها الاغصان اللي ملاش لازمة، الاغصان الناشفة، اي اغصان تلاقيها نازلة لتحت. المفروض مثلا غصن زي ده ناشف اهو، جه على امراض الاغصان الناشفة اللي زي ده خلاص ما بقاش لها لازمة. المفروض ان دي كله يتشال. كمان شايفين اللي تحتها دوت ايه؟ ده سماد عضوي متحلل، سماد بلدي. بيتم وضعه للشجرة في فصل الشتاء. فصل الشتاء بنيجي تحت الشجرة بعيد عنها بشبرين ولا كده على حسب برضو المكان المزروع فيه، وبنحفر حفرة كويسة، ولو لقينا الجدر نخبط فيه خبطتين عشان برضو بيديها دافع للتزهير. ويتم وضع السماد العضوي او السباخ او روث البهايم او الاغنام او الماعز او الحمام لو موجود بيكون اقوى. ده بيكون في فصل الشتاء، فترة السكون بتاع النبات، عشان السماد ده بيكون حامي، ولو حطيناه في الصيف هيأثر على الشجرة جامد. كمان لو الشجرة بتاعتنا مزروعة في مكان الهواء فيه شديد، لو الهواء شديد هيأثر طبعا. أقل عاصفة أو شوية هواء هيوقعوا الزهر بتاعنا، وبالتالي مش هيبقى فيه ثمار، هتأثر على التزهير. ده يعتبر من الحاجات اللي أنا فاكرها وقلتها لكم، ونتمنى تكونوا استفدتم منها. وإن شاء الله لو في أي حاجة أو أي معلومة تابعونا وهنشاركها معاكم بإذن الله. لو تابعتونا لحد دلوقتي شكرا لمتابعتنا، يا رب تكونوا اتعلمتوا واستفدتم من الفيديو. ويا ريت تسيبوا لنا كومنت تقولوا لنا في عندكم ايه المشكله، سواء الشجره ظهرت او ما ظهرتش، ايه المشكله اللي بتواجهكم، وعرفونا وان شاء الله ربنا يقدرنا ونحلها مع بعض.
ده الليمون اهو. احنا دلوقتي في شهر 7، النهاردة 2/7 ما شاء الله، بدون اي مبيدات او رش. ده كله بس ري بانتظام وتسميد جيد، تسميد بفضلات المواشي فقط.